ابتدي دايت ازاي؟ ابتدي من هنا، من الكراكيب اللي ورايا دي كلها، ممكن تكونوا مش شايفينها ولكن احب افرجكم. ابتدي دايت من هنا، يعني انسف حمامك القديم، ادخلي مطبخك، افتحي تلاجتك، افتحي الفريزر، افتحي عند البصل والثوم والحاجات دي، شوفي عندك ايه وطلعي وقولي لي انا بيتي هيساعدني ان انا اعمل دايت ولا البيت عندي ما بيساعدنيش ان انا اعمل دايت. بما اني كده كده خرجت التلاجة والفريزر، عايزه انضف التلاجة والفريزر، وعندي حاجات موجوده في البيت ممكن يبقوا الولاد بياكلوها، او انا في الاجازه اكلتها، او جبتها معايا من الساحل كان اخويا جايب، ما علينا. مهم عندي شويه حاجات كده عايزه اعمل لكم الفيديو ده ضروري قوي علشان تعرفوا ايه الحاجه وبديلها الدايت، يعني اكل ايه وما اكلش ايه، وايه ممكن يسهل عليا حياتي ويخليني ابتدي دايت بسهوله. سهل قوي ومفيش بقى يعني مفيش حاجات غاليه، كل حاجه غاليه، بس يعني انا اقصد ان مفيش الدايت اللي هو المستفز ده، عارفينه؟ في دايت مستفز كده اللي هو كله حاجات مش تبعنا، مش بتاعتنا، مش هنشتريها كتير، لو اشتريناها الاسبوع مش هنشتريها الاسبوع اللي جاي. انا عايزه حاجات تبقى موجوده في مطبخك، ووارد جدا تبقى عندك اصلا بس انت عينك ما بتجيش عليها. تعالي معايا اوريكي كده. اول حاجه مثلا ايه ولا يعني الحاجه ابعد عن ايه واقرب من ايه. خليني الاول هقول لك اني هبعد عن كل الجبن الصفراء، وطبعا اولها الجبنه الرومي. هبعد عن اي جبنه صفراء وهبدلها باي نوع من الجبنه البيضاء، مش شرط قريش، جبنه فته، ثلاجه، اي حاجه. فده لا، ده اوكي. اللي بعده هبعد عن ده وهبدله بده او ده او ده. ثانية واحدة، ده اوكي. هنبعد عن ده خالص، هنبدله باي حاجة من دول. دي كده بالنسبة لانواع العيش. في حاجات تانية مش شرط تبقى هبعد عن ده وده، بس في حاجات لازم تبقى عندك في التلاجة هتساعدك على الدايت. هبعد عن كل ده. بسكوتات دي هبعد عنها تماما، ولا سناك ولا بالشوفان ولا باي حاجه، ولا باي حاجه. هبعد عنها تماما وهخليها مش موجوده في البيت، وممنوع منعا باتا ان احنا نفطر بسكوت. هبعد عن حبيبه قلبي، حبيبه قلبي دي حلاوه طحينيه، مش هجيبها في البيت على فكره. دي اكتر حاجه انا ضعيفه قصادها بجد، يعني لو موجوده مش ببقى عارفه اسيطر على ان انا نفسي فيها. هي انا ببعد ان انا اجيبها اصلا، دي بقى اخويا اللي جابها في الساحل وجبناها واحنا جايين، فكانت معايا في الحاجه للاسف. هبدلها بايه بقى؟ بدلها بالكلام ده. اذا بتحبوا الشوكولاتات، اي شوكولاته دارك، الحاجات اللي هي بتبقى بروتين بارز، انا ماليش فيها قوي، انا ماليش في ده، ولكن ممكن مكعب شوكولاته يبقى لطيف ويحسن المود ويديني احساس الحاجه الحلوه. على فكره مش شرط شوكولاته دارك، ممكن ميلك شوكليت عادي، بس مكعب واحد. بس هنبعد عن الحلال للاسف. البديل اللطيف بالنسبه لي بيبقى دايما زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، التمر مع الطحينه. يعني باخد كده لحسه طحينه وباخد 3 تمرات وباكلهم مع قهوه، باخدهم از سناك، از حاجه حلوه. لو انا بقى عايزه ابتدي دايت، عايزه اخس، اوكي، اخد دول. وممكن اخد معاهم طحينه، ممكن اخد معاهم مكسرات عادي، وده بديل الحلاوه الحلوه الجميله. ناكلها لما نخس عادي. لما نخس بندخل بقى شويه حاجات من اللي احنا يعني بنموت فيها عادي جدا. حاجه تانية، خل، انواع الخل. يعني مثلا انا كده كده في السلطه هحط خل، صح؟ هنبعد عن الخل الابيض وهنبدله باي نوع من خل التفاح، اي نوع، اوكي، هيكون افيد كتير وهنستفاد اكتر بكتير من الخل الابيض.
وكمان نبدله بالليمون، يعني اعصري ليمون على السلطه وما تحطيش خل. اوكي، ليمون ده من الاساسيات اللي عندك في الدايت، لانك هتحطيه على الميه، لانك هتعصريه على السلطه، واساسي. اوكي، من الحاجات الاساسيه اللي في درج الخضار والفاكهه. الحلويات زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، في انواع شوكولاته سبراوت كتير بتبقى شوجر فري او متحليه بستيفيا، بيبقى لطيف. عندنا كمان في مربات لايت يا جماعه، دي مربى لايت مفيش اي مشكله منها، ممكن ناخد على توستايه لو بتحبوا المربى، او ممكن تحطوها على الزبادي. الحاجات المهمه اللي ممكن تبقى عندي انواع البقوليات المختلفه، سواء فاصوليا بيضه، فاصوليا حمراء انا بسلقها، بجيبها كانز. المهم ان هي تبقى عندي شويه بقول. لوبيا ليه بقى؟ اولا انا ممكن اطبخ اللوبيا او اطبخ الفاصوليا البيضه واكلها بالمعلقه كده تشبعني، واخد معاها 3 4 معالق رز وابقى مبسوطه جدا، وطبق سلطه، وكلت كده اكله حلوه كده وشهيه ولذيذه ولطيفه. حلو. لو مش كده، انا مثلا الفاصوليا الحمراء بحب انها تبقى مره في الشهر عندي، مره هي او الفاصوليا البيضه يبقوا عندي في الفريزر. وده هنروح لحاجه الفريزر دلوقتي اللي هوريها لكم. ليه؟ عشان احطها على السلطات. ليه؟ عشان احنا ما بنحبش سلطه قوي، وانا ما بحبش سلطه قوي، فمش هحب السلطه الا اذا اكلتها وهي فيها حاجه او تكه مختلفه او جديده. فبحط اللوبيا على السلطه، بحط الفاصوليا البيضاء على السلطه، بحط الفاصوليا الخضراء على السلطه، بحط الفاصوليا الحمراء على السلطه، بحط الحمص على السلطه اللي هو حمص الشام، بحط العدس. فعندي شويه بقوليات، عايزه اعمل طبق سلطه تقيل لازم يبقوا موجودين عندي. وده بقى يخلينا بنحط في الفريزر دايما الخضار البقوليات بتاعتنا مسلوقه زي كده. ده دي حمص بسلقه مره واحده، بنقعه يوم وبعدين بسلقه، استخدمه بقى للكشري، استخدمه ان انا اعمله سلطه ديب كده، ابقى زي سلطه الطحينه، يعني اضربه مع زبادي وكده واكله، او ان انا احطه على السلطات، فهيبقى مفيد قوي. الكيس ده كان مليان حمص وقاعد معايا اهو، بس اطلع اكسر واطلع احط في ميه، احلى سلطه. وهكذا بقى في اللوبيا، في مثلا في السويت كورن، في الحاجات اللي هي الذره الحلوه واللوبيا والفاصوليا، كل الكلام ده اللي انا اقدر احطه في الفريزر بحطه في الفريزر. عندك كمان الكرفس اهو في الفريزر، ده الورق وده العيدان، سواء بقى بحطه على شوربه، بحطه على سلطه، بعمله عصير، فبيبقى عندي في الفريزر. عندنا الفاكهه، القرع، بصوا القرع، انا القرع بحطه في الفريزر كده، بطلعه بشويه، بحطه على السلطات، بعمله شوربه، بحطه في السوتيه. ده قرع اهو، ماله بقى زي الفل. جوافه، اي فاكهه بعملها فروزن. ليه بعملها فروزن؟ علشان احنا في الصيف وبنبقى هنتجنن على مشروب، على سموذي، على حاجه حلوه، على حاجه مسكره، فده بس بنضربه وبيبقى تحفه. ولازم لازم لازم تتعلمي تعملي اكتر من حاجه، يعني تتعلمي تعملي الايس كريم مثلا لايت، اللي هو تضربي الفراوله المجمده في الفريزر كده، تاخديها تضربيها في الخلاط مع علبه زبادي ومعلقه عسل، هتطلع لك ايس كريم في ساعتها، هيطلع لك جرانيتا في ساعتها، هتطلع لك حاجه زي اللوليتا في ساعتها من غير زبادي، اضربيها بس بالعسل. وهكذا بقى مع المانجا، مع الفراوله، الجوافه ممكن تبقى عصير جميل وحط عليها لبن، معلقه عسل، عادي افطر بيها، اخدها سناك، اخدها عشاء. موضوع مش صعب قوي كده، وزي ما انتم شايفين كله من حاجات موجوده في اللي عند الخضري وفي البيت. ده بالنسبه لاي نوع فاكهه. مهم قوي يا جماعه وجود كانتالوب، مهم وجود بطيخ، مهم وجود تفاح، ده التفاح المصري البلدي العادي. انا عن نفسي ما بحبش التفاح خالص، ولكن بحطه في السلطه، بحبه قوي في السلطات، بيديها طعم بيخليني ابلعها. بحب قوي الفجل الاحمر قوي ومفيد جدا جدا، دخلوه دايما في سلطاتكم وادوها طعم مميز. الكاكاو الخام، علشان زي ما بقول لكم تتعلموا تعملوا حاجات حلوه تنفعكم في الدايت. انت مثلا ممكن تعملي بسكوت او كيك او اي حاجه بالكاكاو الخام ده، فيبقى عندك دايما كاكاو خام، وده نوع مصري يعني سعره كويس وكل حاجه.
وارد جدا تبقي بتحبي تفطري شوفان، تعملي مثلا بانكيك بالشوفان، فاضربي الشوفان اللي بيه دقيق يا لينا، حطي عليه الزبادي، حطي عليه معلقه نص معلقه من كربوناتو على حبه لبن، بقى بانكيك، خلاص خلصنا. وبيضه طبعا. الزبادي من الحاجات المهمه قوي قوي في حياتي. لو انت بتعملي دايت ضروري قوي يبقى عندك زبادي. ضروري تتعرفي على ده لذيذ قوي يا جماعه قوي، وقلت لكم عليه كذا مره، وده البراند، بس انا مش عايزه اوري البراندز قوي قدامكم علشان برضو ايه ما يبقاش اعلانات. رخيص وسعره حلو، وعادي ممكن ناكل منه بالليل واحده او اتنين، ما يجراش حاجه، مش هيحصل اي حاجه. ممكن تاخديهم سناك، تاكلي بيهم جبنه بيضه، تحطي عليهم شوكولاته، اعملي اللي انت عايزاه. عندنا كمان علب التونه. ضروري يبقى عندك علبه تونه في الشهر مثلا، تغيير تستخدميها غدا، تعملي سلطه تونه علشان لو مزنوقه ومفيش لحمه فراخ مفيش الكلام ده، تفتحي علبه التونه وتعملي جنبها طبق سلطه تقيل وزي الفل. مهم جدا 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 ان يبقى عندي الحبوب البوب كورن دي عشان اتسلى. مهم قوي يبقى عندي ترمس. مهم قوي يبقى عندي بقوليات زي العدس مثلا اهو، العدس الاسود ده اللي بنسلقه نعمل بيه سلطات، عشان كمان هنعمل بيه بعد كده كشري في يوم من الايام. مهم قوي ان انا يبقى عندي برغل يا جماعه، البرغل الخشن او التاني او الناعم، عشان اعمل سلطه حلوه برضو. ده البرغل اهو، بننقعه وبنحطه على السلطه بيبقى طعمه تحفه. مهم كمان ان انا يبقى عندي القمح المجروش اللي هو بتاع البليله، عشان لو حابين نفطر بليله او نتعشى بليله اهو، عشان في ناس كتير مش عارفاه. بليله اللي هي بنسلقها وبنحط عليها لبن وبنفطر بيها، اللي هي القمح المجروش، عشان لو حد ما يعرفوش اسمه ايه. قمح مجروش صح؟ مقشور، قمح مقشور، سوري. ده كده سريعا حاجات ممكن تساعدك. بصي على مطبخك، شوفي عندك ايه وما عندكيش ايه، اهتمي بقى بالخضار وبالفاكهه وبالبقوليات، اهتمي بشويه التفاصيل البسيطه دي انها تبقى موجوده، عشان الانسان ضعيف جدا